السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يا رب يسترها معاكم ويخليكوا ليا يا رب. كل الناس الجميلة حبايب قلبي اللي بيشتركوا عندي في القناة، انا بشكركم يا جماعة والله العظيم. يعني ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويسترها معاكم وعليكم ويخليلكوا ولادكم ويديكوا الصحة والعافية، اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا جماعة، اللي أول مرة يشوفني ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات إيمان. وحطوا بقى لايك للفيديو ده، لأن بجد والله العظيم يا جماعة أنا تعبت في الفيديو ده جامد قوي. يعني بجد بجد والله، بصوا عايزة أقول لكم حطيت كل جهدي فيه. النهارده ان شاء الله كده كان عندي الصلاه الانتريه، طبعا بقاله فتره ما اتعملش، وزي ما انتم شايفين كده هو الوانه فاتحه، فايه بتتوسخ بسرعه. يعني هي غلطه مني بصراحه ان انا مش حاطه له كسوه، بس زي ما تقولوا كده ايه، عشان هو من فوق خشب فانا مش لاقيه حاجه مناسبه. يعني انا كان عندي كسوه قديمه بس للاسف هي مش داخله فيه. هنا انا كنت بضايق روان لان هي ايه، عماله تبص لي جامد قوي، اللي هو ايه يلا خلصي، وهي اصلا يعني متنرفزه يا جماعه ان هي بتصورني، ما بتحبش تقضي ولا تعمل اي حاجه. فكنت هنا انا كنت بستفزها. المهم هنا لمعت الاول الجزامه، وهنا الباب بتاع الشقة طبعا، عشان زي ما انتوا عارفين الست بقى اللي بتيجي تمسح السلم بتكنس الأول فبتعفر الدنيا. جت عملته امبارح، وانا بصراحة امبارح ما كنتش موجودة وكان شكله مقرف كده ومش عاجبني. رحت دلوقتي قلت اخده كده بالمرة، جبت له فوطة بقى مبلولة وقلت اما ايه اديله تلميعة كده حلوة على الماشي. بس فطبعا زي ما قلت لكم انا هنا عندي الانتريه فاتح فبيتوسخ بسرعه بسرعه جدا. هتقولي طب ما انت ما عندكيش عيال صغيرين وما بتاكلوش عليه وبتاع، بس والله بيتوسخ بسرعه، مش عارفه ليه كده. فهحاول على قد ما اقدر ان انا ادور اشوف له اي حاجه تيجي مقاسه. انا عندي يعني واحده بس مش جايه خالص. دي ورق جوافه كنت جايباها للشريف من عند العطار، وغسلتها، قلت انشفها واشيلها في كيس. يعني بحب ان انا ايه اخليها له في التلاجة للظروف، يعني تبقى موجودة عندي. فغسلتها وحطيتها كده في المصفى لحد لما تنشف. بس هنا طبعا ايه قلت اشيل السفرة الاول، اعمل تحتيها اكنس تحتيها. عايزه اقول لكم خشبها يعني بجد والله العظيم طلع مقلب. خشبها وحش والراجل اللي احنا خدناها منه كان تقريبا كان دهنها اسود، فبيطلع يعني هو مش جايبها كده، هو اللي دهنها اسود، فالالوان بتاعتها بتطلع في ايدي وبتطلع في الفوطه. فما بحبش بصراحه يا جماعه انفضها، يعني بحب ان انا لمعها بفوطه مبلوله. اقول ايه بدل ما اعفر، طب وانا على ايه، المعها بفوطه مبلوله احسن. عايزه اقول لكم كمان بتتوسخ بسرعه. بصوا التراب، شايفين التراب على الفرش عامل ازاي؟ ما بصوا ما بناكلش عليها خالص والله بجد. يعني هي يعتبر احنا جايبينها عياقه يا جماعه، مع ان انا بحبها جدا. عايزه اقول لكم بحب السفره قوي، بس جايباها ما بناكلش عليها غير كل فين وفين. هي يا جماعه تعتبر بتلم تراب بس مش اكتر. يعني ممكن ناكل عليها في الشتاء، بس في الصيف بقى بيبقى كسلك مني، احنا بنبقى قاعدين في الاوضه اللي جوه على طول فبيبقى كسل كمان يعني. بس فهنا ايه قلت لمع كده كرسي كرسي واركنه على جنب واشيل السفره اكنس تحتيها. وخلاص. فطبعا هنا كان عندي، عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت عايزه يا جماعه انقلها. المهم ايه، انا طلعت غبيه، الكلام ده كان امبارح مش النهارده. المهم شلتها انا وروان وجيت احطها فين، قال يعني تحت الشاشه مش هتطول. لقيت لكم بقى الكراسي كلها، يعني انا حطيت في ظهر في الحيطه كده حطيت كرسيين، لقيتهم حته كبيره كده لازقه في الشاشه، فحسيت ان لا مش هينفع، يا نهار ابيض. رحت مرجعاها تاني. فعايزه بصراحه اشوف لها مكان، مش لاقيه لها مكان مناسب. الجنب اللي هو فيه الكنبه ده مش هينفع عشان التلاجة، والجنب التاني اللي فيه الكنبه الصغيره ده مش هيكفيها. وعماله افكر اقول ايه، طب احطها في نص الصاله، طب ما هي هتبلع الوسع بتاع الصاله. فمش عارفه والله، هي مكانها هنا مش وحش، بس هي بقالها فتره، وانا زي ما انتوا عارفين انا بحب من وقت للتاني اغير. فمش عارفه، وعايزه ادخلها الاوضه بلكونه، بس يعني الاوضه اصلا صغيره. حيره والله يا جماعه حيره. فالمهم هنا خلصت اهوت ولمعتها بفوطه مبلوله. عماله اقول لشريف ايه، ادهنها لي والنبي لونها ابيض. يقول لي هو انت كل حاجه عايزاها لونها بيضه؟ انت زهقتيني. كل حاجه، اصل انا بحب اللون الابيض قوي يا جماعه، بعشق حاجه اسمها لون ابيض.
حتى لو تلاحظوا هنا بصوا الترابيزه اللي تحت الشاشه بيضه، وعندي ترابيزه اللي هي اللي عليها الكولمن دي برضو بيضه. اجي ادهن مثلا اي حاجه خشب اقول له والنبي لونها ابيض، بحب الابيض قوي. فبقول له ايه، بقول له دهنها لي والنبي بيضه، يقول لي لا الابيض بيتوسخ بسرعه وبيقعد فتره وبيصفر، اختاري لون تاني. اقول له لا خلاص خليها زي ما هي، ولا عايزه ادهنها ولا عايزه بتاع. فهتقولي لي طب هتدهنيها ليه ما هي كده حلوه؟ اقول لكم بحب يا جماعه التغيير قوي، وبعدين لونها وحش، لونها اسود وانا ما بحبش الحاجه السوداء. المهم ايه، هي كانت غلطه مني، لان اصلا الراجل اللي احنا خدناها منه كان عنده واحده بيضه، بس انا رجعت ايه حسيت كده ان لا الابيض مش هيبقى حلو، مع اني بحب الابيض قوي، بس انا حسيت ان السوداء احلى، فروحت خدت دي. ما علينا، الواحد يا جماعه والله العظيم ما بيتعلمش ببلاش. هنا خلصت اهو تحت السفره، وقلت اكنس الحته اللي تحت المروحه، طبعا انا حاطه في الحته دي المروحه والسماعتين. المهم هنا برجع بقى كل حاجه مكانها عشان هبتدي اغسل الكراسي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا المفروض كنت شلت السجاد وعملت الكراسي زي ما في واحده بتعملها. بتعمل ايه بقى؟ تروح جايبه ميه جردل، في ميه تدلق وتدعك تدلق وتدعك، انا شفتها بصراحه بعينيا، بس ايه قلت هلغوص وهبهدل الدنيا. وانا عندي يا جماعه مشكله في الصاله، عندي لما بغرق الصاله ميه بتدخل على الاوضه اللي جوه والمطبخ. فقلت لا ده اسمه عك، وانا مش هعمل كده، انا هكتفي بان انا ايه احط كده شويه ميه بكلوروكس الوان في الطبق مع شويه كده مسحوق صغيرين وخلاص. هنا خلصت اهوت وبرجع بقى كل حاجه مكانها. عايزه اقول لكم ان السجاده اللي انتوا شايفينها ديت بصوا انا لسه والله غسلها قريب جدا، يعني من قريب قوي تقريبا. امتى كان؟ تقريبا كان في العيد اللي هو الصغير. بصوا زفت زي الزفت، مش عارفه ازاي. شلت المفرش بصراحه، وانا بصراحه انا اللي استاهل، انا شلت المفرش اللي عليها، حسيت انه شكله وحش، قلت لا انا اخلي كده السجاده عريانه تبقى شكلها احلى. شريف يقول لي حرام عليك انت مغطيه لنا الشقه كلها بالسجاد، انت كاتمنه الدنيا انت بتاع. بس والله يا جماعه مش بمزاجي انا يا جماعه، ما بقدرش احط رجلي على الارض خالص، يعني الحمد لله ده ابتلاء من ربنا. طب انا هعمل ايه؟ مش بمزاجي. يعني لو تلاحظوا حتى المطبخ انا فرشاه، كل حته فرشاها، فغصب عني. وهم بصراحة يعني هم يعني زي ما تقولوا كده ايه، هم الله يكون في عونهم بصراحة، هم مستحمليني، بس طب انا غصب عني هعمل ايه؟ هنا انا كنت بدور على فرشة اللي انا هدعك بيها الفرش بتاع الانتريه، بس ايه الفرشة دي يا جماعة اللي انا بدعك بيها لو مكتة صغيرة، إيه مثلا حاجة كده صغنونة. فجيت هنا قلت ايه هدعك بيها الفرش، وبص حسيت ان هي مش هتنضف. بصوا لقيتها هنا طريه كده، مش حلوه كده، قلت لا، رحت مرجعاها مكانها تاني، وجبت بقى اللي هي بتاعه السجاد. اللي بتاعه السجاد بقى دي لسه جديده اصلا جايباها وايه وخشنه. بس فهنا حطيت بقى زي ما قلت لكم المسحوق والكلوروكس وشويه الميه الصغيرين، وطبعا ايه ده عشان بني يعني ايه مش باين. بس فطبعا هي المشكله زي ما قلت لكم ان هي الحته اللي تحت دي فاتحه، دي بقى اللي بتتوسخ بسرعه، لكن القاعده بتاعته والظهر دوت الحته البني دي لا ما بيبانش فيها اي حاجه. بس فطبعا ايه قلت ادعكها كده بالفرشه، وانا وحظي دي تاني مره اعمله بصراحه، اول مره عملته كان زي الفل. المره دي بقى قلت ايه هعمل يعني انا وحظي ما كانش كده. في واحده صاحبتي كانت قايله لي كده على حاجه بس مش فاكره بصراحه اسمها، ده بينظف الانتريهات والركنه والحاجات اللي زي دي. قالت لي لو بتاع الكلوروكس ده ما نضفش معاكي قولي لي وانا اكتب لك اسمه وتجيبيه. ده بقى هي بتغسل بيه الانتريه اللي عندها والركنه وكده، بينضف جامد قوي. بس انا قلت لها انا هجرب، لان هو ايه يعني هشوف كده، انا بسمع ان هو حلو. المهم هنا خلصت خلاص، وقلت بقى لمع الخشب كده بفوطه مبلوله وادخل بقى يا جماعه على الكرسي التاني. روان تقول لي ايه، على قد ما هي كانت متضايقه ان هي بتصورني يا جماعه، تقولوش بشحت منها. يا بنتي تعالي صوريني، تقعد تقفقف، اصل انا يا ماما ايدي بتوجعني، اصل انا رجلي بتوجعني. طب تمسكي يا بنتي الموبايل 24 ساعه، ده مش مشكله بالنسبه لها، بصوا على قلبها زي العسل. فالمهم ان هي هنا بتقول لي ايه، بتقول لي طب سيبي لي الكرسي ده انا اعمله واوريكي ان انا هنضفه ازاي. قلت لها لا خليكي بس انت كده زي ما انت، وملكيش دعوه باي حاجه تانية. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الشاشه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي والله العظيم زعلت عليها زعل. الشاشه دي يا جماعه كانت محطوطه في الاوضه ام بلكونه ساعه لما طلعت السرير من الاوضه.
المهم ايه، كانت كويسه وكانت زي الفل والدنيا تمام، والله زي ما بقول لكم كده ما بكذب عليكم. طلعتها يا جماعه حطيتها في الصاله في امان الله، قلت تبقى في الصاله احلى ما هي في الاوضه، وخلي الصغيره جوه زي ما اي حد ما بيعمل. المهم طلعتها في الصاله وجايه اشغلها، لقيت الالوان بتاعتها بقت كلها بهتانه على بعضيها، والريسيفر بتاعها باظ. طب انت بوظت ليه؟ اشمعنى لما طلعتي في الصاله، واشمعنى لما حطيتك هنا روحتي بوظتي؟ ما انت كنت كويسه في الاوضه جوه. بصوا بجد حاجه يعني يعني عكننتني. هي محطوطه في الصاله بقالها شويه ايام، يعني الموضوع ده مش النهارده. بس عايزه اقول لكم برضو يعني مهما يكون ومهما يحصل الحمد لله يا جماعه، انا راضيه وبحمد ربنا على اي حاجه ربنا يديها لي سواء حلوه او وحشه، الحمد لله. بس هي بتبقى حاجه يعني ايه، الواحد بيبقى مستغرب. يعني فجأة كده أنقلك من مكانك ألوانك تبوظ، ودي تصليحها كمان غالي. عايزة أقول لكم أصلا إن النوع بتاع الشاشة دي طلع وحش جدا جدا جدا. يعني أنا لما جيت أجيبها كان في نوع حلو عايزة أجيبه، المهم إيه ما كانش اللي معايا كان يقضي تمن دي. فالشركة بتاعت الشاشة دي أنا يعني إيه أول مرة اشتري منهم حاجة، وإن شاء الله آخر مرة، عمرها ما هتتكرر تاني. نوعها وحش جدا جدا، وكفاية ان هي اصلا يعني الصورة بتاعتها وهي شغالة في العادي يعني كانت وحشة. ويعني زي ما بيقولوا ايه، رضينا بالهم والهم مرضيش بينا. عشان كده بقى لما جيت اجيب الصغيرة اللي هي في الأوضة دي، لا دي يعني دي الحمد لله دي احسن بكتير منها. المهم حبايب قلبي هنا خلصت الكرسيين، وجيت بقى ايه عند الكنبة الصغيرة. عايزة اقول لكم ان المكان ده رخم جدا جدا، انا هنا لا عارفة اغسلها ولا عارفة اعمل حاجة. القعدة برضو يعني مش ملكاها، يعني فاهمين، انا هنا مش مالكة الكنبة يا جماعة كويس. فانا طلعت برضك غبية. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم ليه. المفروض ان انا كنت اشد الكنبة دي ها قدام شوية كده واعملها. طب هتقولي لي ما عملتيش كده ليه؟ هقول لكم لان للاسف يا جماعة الرجل بتاعتها اتكسرت. وطبعا لو انا حركتها من مكانها، مع اني لما باجي امسح بصراحة انا ما بشيلهاش، انا بوطي كده في الارض وبجيب ايه من تحتيها. بس زي ما تقولوا ايه يعني الرجل ادام هي اصلا خلي بالكم هي تقيله جدا، يعني الكنبه هي اصلا تقيله. فقلت لو انا حركتها تاني واتقطمت يعني هي اصلا متلصمه، فخليها زي ما هي. بس انا بقى عارفين انا بفكر في ايه؟ انا بفكر اصلا يا جماعه ان انا اشيل التلاجة من الحته دي، عشان انا عايزه اعكس الكنبتين، يعني احط دي هنا واحط دي هنا. كمان الكنبه الكبيره المفروض ان هي بتبقى ايه، يعني مش عارفه شكلها كده مش عاجبني، فعايزه اغير النظام. بس التلاجة حكماني. انا بقى بفكر اعمل ايه، خلاص الحر قرب يخلص الحمد لله، قلت استنى كده شويه ايام على اول 9 مثلا، واروح واخده التلاجة حطاها في المطبخ، ده بقى مكانها. ولما يجي بقى الصيف الجاي يبقى يحلها ربنا من عنده، ابقى اخرجها في الصاله تاني. لان انا قلت لكم قبل كده ان انا عندي المطبخ نار يا جماعه، نار، ما ينفعش ان انا احط فيه التلاجة. فقلت لا خليها في الشتاء في المطبخ، وفي الصيف اطلعها في الصاله. بس فقلت استنى بس كده يومين الحر دول، خلاص الحمد لله الجو يعني مبقاش زي الاول الحمد لله. الموجه بتاعه الحر بيقولوا، مش معرفش طبعا الكلام ده صح ولا لا، بس الارصاد بتقول ان الموجه بتاعه الحر مش هتيجي تاني. فيومين بس الشهر دول يعدوا على خير، وربنا يعني يسهلها من عنده، واخدها احطها في المطبخ، واشوف بقى انا عايزه بقى ايه. انا اصلا بفكر احط السفره في المكان اللي هو فيه الكنبه الكبيره دي، بتبقى احلى يعني. ما حطيتهاش هنا قبل كده، بس انا حاسه ان هي تبقى ايه يعني في الوش كده هتبقى احلى. بس فهنا ايه، بصوا انا قاعده عامله زي اللي ايه قاعده زي اللي بتتعشى. طبعا مش مالكه برضو الكنبه. يعني برضك بصوا اقول لكم على حاجه، الواحد لما بيكون بيصور غير لما بيكون بتبقي واخده راحتك، يعني فاهمين ان هو ايه، بتعملي الحاجه براحتك، بتوطي براحتك، بتروحي كده كده فاهميني. لكن انا هنا برضك مش مالكه كويس يعني. هنا طبعا بصوا انا هنا بحط الشلت مكانها على الكنبه، بس عشان تشوفوا منظرها. لكن انا اصلا بعد ما خلصت التصوير رحت شايله الفرشه دي تاني اللي هي الشلت والمخدات، قلت ايه وشغلت لها بقى المروحه. يعني انا حطيت المروحه كده في الوش، قلت تهوي طبعا عشان هو سفنج وكده، فقلت تهوي السفنج عشان ما يكمكمش.
بس فطبعا هنا خدت التلاجة كده تلميعة، كانت زي الزفت من فوق، كان فيها تراب كتير قوي، فقلت كده لمعها. عايزة والله يا جماعة اغسلها، بس المشكلة ان انا ايه عشان اغسلها بفكر يعني، بس مش عارفة اذا كنت هقدر اعمل كده ولا لا. باشوفهم بقى في اليوتيوب بيعملوا إيه يا جماعة، بياخدوا التلاجة دي كده عند طرقة الحمام ويقعدوا يدلقوا في مَيّة بصابون ويدعكوا فيها وبتاع. مش عارفة لو أنا عملت الحركة دي ممكن الكهربا تمسك فيّا والّا إيه، أنا ما عملتهاش قبل كده أنا عمري يعني، بس أنا باقول لكم إيه، باشوف الفيديوهات دي كتير على اليوتيوب باقول إيه، طب ما أنا أعمل زيكم وهيبقى أسهل لي. بس هو أصلًا هو المفروض إنه غلط يعني، عشان طبعًا فيها من ورا سلوك وحاجات زي كده، فعشان كده أنا مكسلة أعملها. إن شاء الله إيه هاحاول كده على قد ما أقدر إن أنا بكرة أفضّي نفسي كده وأمسكها أدعكها أنا وروان. هنا بقى قُلت إيه الفرشة بقى بتاعة السجادة أنا شِلتها غسلتها، وقُلت لمّا تنشف هافرشها تاني، لإن بصراحة يا جماعة عايزة أقول لكم السجادة ابتدت تتوسخ. برضك إيه الحاجة لمّا تكوني فارشة عليها كده فرشة غير لمّا تكون يعني سايباها كده يعني، بتتوسخ بسرعة ما أعرفش ليه، مع إنها غامقة يعني. بس فهنا قُلت آخُدها كده بالمكنسة وخلاص، وأبقى إيه كده إيه، أبقى خلّصت. عايزة أقول لكم إن أنا امبارح شِلت كل الحاجات دي وكنست وروّقت وبتاع، يعني كنست امبارح الشقة كلّها بالمكنسة وروّقت وعملت كل حاجة، بس جيت ناحية الصالة بصراحة كروِتّها، قُلت أنا كده، كده بُكرة هاعملها إن شاء الله روتين، فما اهتمتش بيها، ادّيتها كده إيه، من فوق الوِش يعني. والله يا جماعة شُغل البيت ده يعني عايزة أقول لكم ما بيخلص، الواحد مهما يعمل بُصّي كل يوم لازم الواحد أي حاجة تطلع لِك كده عشان تعمليها، يعني ما فيش حاجة بتخلص في البيت، لا مواعين بتخلص ولا شغل البيت بيخلص، والله إحنا اللي بنخلص وشغل البيت ده عمره ما بينتهي. هنا خلّصت خلاص ورجّعت المفرش بتاع السفرة مكانه، والدنيا بقت زي الفل، حبايب قلبي أشوفكم في فيديو جديد مع ألف سلامة.